يا صباح الخيرات عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. تعالوا بقى النهارده عامله لكم كده فيديو بجد حلو قوي. بصوا الفيديو بجد، حاولوا ما تجروش فيه منه اي حاجه، هو كله على بعضه 15 دقيقه صغنن كده، بس فيه شويه حاجات مفيده قوي. بصوا الفيديو فيه ترنجات هدوم، وفي ايه تاني، وفي علب، وفي فوط، وفي تابلوهات براويز يعني، وفي كوبايات، وفي ايه تاني، وفي فوط، وفي مشتريات كده من فتح الله. بصوا الفيديو بجد تحفه، ان شاء الله هيعجبكم. بس اهم حاجه ايه بقى؟ حطوا اللايك لماي هاوس. تعالوا بقى ايه، اول حاجه عملتها كده دخلت ايه، نزلت ابني كان بيجيب حاجات من تحت، فقلت له هات لي بقى نعناع معاك، فبصراحه جاب لي النعناع السكر ده. وقلت ايه، اعمل كوبايه شاي كده حلوه قبل ايه ما اروح بقى اوريكم الحاجات اللي انا جايباها وكده. تمام. بص بقى، انا جايبه شويه حاجات، مش كلها يعني. هتلاقوها من فتح الله، لا يعني انا مجمعه من هنا على من هنا وعلى من هنا، ومش كلها بتاعه الشهر ده. كان في حاجات انا اصلا لسه ما كنتش وريتها لكم يعني، فاهمين؟ عملت كوبايه شاي لنفسي، وفيها البتاع اللي هي السره دي اللي هي بتقولك فيها فلوس، بس انا ما خدتش فلوس، مش بيجيلي فلوس انا. المهم، العلبة دي يا بنات، العلبة دي بتاعت اللي انا كنت جايباها قبل كده معاكم، دي جديدة لسه ما استخدمتهاش. العلبة دي حلوة قوي على فكرة. هي تحسوها ايه، باغة، باغة او لا هي مش هي مش ازاز، هي باغة تمام. بس هي بصراحة حلوة قوي وجربتها. قلت احط فيها الكيس بتاع البسكوت ده. كل شوية بصراحة نروح نجيب حاجات من الفرن. عايزة اقول لكم حاجات الفرن دي، واحنا بنجيب العيش، اللي هو احنا بنجيب العيش والحاجات اللي معاه، فبندفع فلوس كتير قوي بصراحة. فقلت ايه، طب ما انا اجيب الكيس البسكوت ده. كان بكام؟ كان ب 28 جنيه من عند ناس اللي هم العطارين العاديين عادي. ساعات في ناس بتوع عطارة كده بيبيعوا كاتشب ومش عارفة وحاجات تانية ومايونيز وكده، بيبقى عندهم كيس البسكوت ده. فالمهم جبته، كان في منه كمان بالكاكاو، بس انا جبت ده بس. وحطيته كده في العلبة، وقلت ايه، كل شوية بقى لما حد يعوز حاجة، ساعات حد بيقول لي انا جعان، ماما ما فيش، اقول له استنى شويه. فالمهم اروح مدياله كوبايه كده شاي بلبن، اقول له خد حبه بسكوت يسد نفسه لحد ما اعمل الاكل، فاهمين قصدي؟ المهم، وهو بقى بيجيب لي النعناع، ابني بيفتكس من نفسه، فقال لي ماما انا لقيت بخور عنده والكيس ب10 جنيه، والله سكر زي امه. جاب لي كيس البخور ده ب10 جنيه. قلت له والله لا انا مصوره لك ولا تزعل نفسك. المهم كيس البخور ده كان بكام؟ في خمسة والله، وب10 جنيه. ده حلو قوي ده، انا عايزه انزل اجيب منه كتير قوي. ايه؟ ب10؟ ايوه، ما ب10 جنيه في 10. بجد انا بقول في 5. طيب خلاص يلا روح بقى، مع السلامه، كفايه عليك كده. سامعني وجا هوب كده عليا. المهم، بصوا بقى، ركزوا بقى معايا في دول، علشان انا سبحان الله البراويز دي جايباها يمكن من ساعة الجولة بتاعت غرفة الولاد، وما علقتهمش في غرفتهم. معرفش ليه مرة واحدة كده جم معايا ان هم شكلهم حلو قوي. طب انا ليه ما احطهمش بره في الريسبشن؟ بس انا فين المكان مش عارفة. طب احطهم فين؟ والله ما عارفة. بس انا هوريكم دلوقتي المكان فوق الجزمة، وانا بالصدفة كده بحطهم. انا مش هحطهم كده، فاهماني؟ انا بوسع بس السكة علشان اوريكم. الوانهم رايقة كده وحلوة، هم زي 3 مثلثات كده، وعليهم غزالة جلد كده من فوق، وبجد شكلهم حلو قوي. اهم حاجة ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك والدعوة الحلوة كده لماي هاوس. تمام. ولسه ما تجروش الفيديو، لسه في حاجات كتير كده هتعجبكم. الموضوع مش برواز بس، لا لسه في حاجات تانية. المهم، مش عارفة بقى احط دول فين احطهم، مش عارفة. وبما ان الفيديو بتاع الجولة اللي هو بتاع اللي انا كنت عاملاه في الانتريه، اللي هو كان فيه بوكيه الورد والحاجات دي، تقولوا لي النظام مش عاجبنا، شيلي الجزمة من هنا، حطيها عند الكراسي، وهاتي الكراسي مكانها. فبصراحة خايفة اعلق البراويز غير لما تردوا عليا، محتاجة ان انتوا تردوا عليا. هل انا اعلق التابلوهات دي فوقها، يعني فوق كده زي ما انا حاطة كده بس فوقيها، ولا لما اغير النظام المره الجايه ان شاء الله، الفيديو الجاي اغير النظام ابقى اوريلكم كده، يعني الفيديو الجاي ان شاء الله يعجبكم.
ابقى احطهم. فردوا عليا اعلقهم دلوقتي ولا تستنوا لما ابقى اعمل فوق الجزامه دلوقتي اعلقهم، ولا لما ابقى اغير الكراسي ونختار بدل ما اقعد ابوظ الحيطه، عشان جوزي بصراحه مش بيحب نظام الحيطه البايظه دي. تمام. بصوا بقى، السكر ده بكام؟ السكر ده جايباه لابني. انا جايبه له مقاس كبير شويه، مقاس 14. بكام يا بنات؟ والله العظيم تحفه تحفه. ومن جوه فيه اللي هو آه يعني زي يعني زي دفايه كده، بس شيك قوي. بصراحه الايام دي انا بطلت اجيب له هدوم خروج. تمام. فبقيت بعمل ايه؟ بقيت بجيب له زي ترنجات كده يلبسهم، والله سكر وهو لابسها سكر. بصوا، انا جبت له ده، قلت على اساس ايه هو لما يجي يعني يروح الدروس وكده يلبسهم بدل هدوم الخروج. يعني بصراحه هدوم الخروج دلوقتي غاليه قوي، وما انصحش بصراحه اللي عندها السن دوت، اللي هو سن بقى 11 و10 و12 والجو ده، ان كل شويه البسه هدوم خروج. شكله حلو قوي وشيك، والله العظيم سعره يعني 320 جنيه، يعني مش حاجه في ان انا اروح اجيب طقم خروج. ولو عجبكم بجد قولوا لي عجبنا يعني، لو ما عجبكوش ومش نافع للدروس قولوا لي. انا بصراحه ما اعرفش، بس انا قلت ايه، عجبني وقلت اجربه عليه، لو كده ابقى اجيب له منه تاني يعني. فاهمين قصدي؟ بصراحه بنات عجبني يعني، لونه حلو. وكنت كمان عايزه اللون اللي هو ده، تحسه مش عارفه يعني لبني في لبني غامق، مش عارفه، هو لونه حلو قوي الترنج بصراحه، وعجبني قوي قوي. فبفكر ان انا اجيب له منه تاني اللون مثلا جري. جري حلو او اسود، مش عارفه بقى على حسب ما الاقي، لان بصراحه كانت المقاسات محيراني هناك، وانا هو اصلا ما كانش معايا. فجبت له كده وخلاص. بصوا بقى، انا عديت الجو ده. العلب دي حلوه. في ايه بقى؟ باعمل إيه أنا في العلب دي؟ العلب دي باعمل فيها إيه، باحط فيها البهارات والحاجات اللي أنا باجيبها، لإن بصراحة لمّا باجي أفتح الدولاب بالاقي البهارات مبوظة لي الدولاب من جوّه. فدول كانوا في محل كده بتاع بلاستيكات جايباهم من عنده، مش من فتح الله ولا حاجة، عشان دلوقتي هابقى جايبة مشتريات من فتح الله هي مش من عنده. بُصّوا، أقول لكم على حاجة، أنا لمّا باجيب مشتريات من فتح الله انسوا ان انا اجيب حاجات من دي وجوزي معايا. خلاص، جوزي من النوع اللي بيبقى خلقه ضيق كده، واللي هو ايه يعني خلصينا بقى. فاهمين قصدي؟ فالمهم، وجبت ايه تاني كمان، وجبت استنى بس اقول لكم على المكرونه دي. انا ولادي زهقوا من المكرونه التقليديه، اللي هي العقل والعقل الملويه ومش عارفه واللي هي الحاجات دي يعني، اللي هي بالصلصه يعني. تمام. فالمهم رحت انا ايه، استنوا بقى ايه، في على فكره شويه مشتريات تانية، مش دي المشتريات يعني، في شويه مشتريات تانية وحاجات تانية هكملها لكم، بس هوريكم بس حبه صغيره جبتهم من فتح الله. على فكره انا مش بحب اجيب كل مشتريات الشهر من فتح الله مره واحده. بحس نفسي يا بنات اللي هو انا قاعده طول الشهر، خلاص الفلوس خلصت والخزين خلاص جبته، دي كيسه اللي انا ايه هسيبها دلوقتي، بقول لكم استني. دي كيسه جايباها حلوه قوي، فيها فياط وحاجات جميله قوي هتعجبكم، ومصافي ومش عارفه ايه، هتعجبكم، بس استنوا في الاخر. انا بصراحه يا بنات بحس لما بروح مع جوزي ونجيب مشتريات الشهر اول الشهر كده، اقعد طول الشهر اللي هو زهقانه، يعني انا عايزه انزل. طب ما تنزلي، طب ما انتي خلاص، ما احنا خلاص خلصنا فلوسنا، انتوا فاهمين؟ فبحب اجيب حبه وارجع تاني، مثلا يعني على الاسبوع اللي وراه الاسبوع اللي بعده ارجع اروح تاني واخد عيالي وانزل كبني ادمه عاديه. مش بحب امشي ابقى انا يا فرحتي خلصت الفلوس كلها. اه والله عملتها كتير على فكره. وكلنا يعني معظم الناس بتحب تروح تجيب حاجاتها مرة واحدة عشان البيت يبقى مليان. ما انت ممكن تمليه يعني يا حاجة، ممكن تمليه، بس مش شرط تجيبي 10 اكياس مكرونة، ومش عارفة كام كيلو رز، ومش عارفة كام مش عارفة صلصة. بس هقولك لما هتعملي كده هيجي ولادك يقولك ماما احنا زهقانين، عايزين ننزل، عايزين نتمشى، عايزين نروح. عادي بننزل وبنتمشى وكل حاجة. بس باعمل إيه، بابقى أنا جِبت حاجات بسيطة، وأروح مثلًا محوّدة على كازيون، على فتح الله، أقول لهم تعالوا نجيب جبن، تعالوا نجيب مش عارفة المكرونة قرّبت تخلص مني أجيب كيسين. اللي هو ألاقي نفسي أنا غيّرت جو، وفي نفس الوقت إيه، ما رُحناش مكان اللي هو high أوي صرفنا فلوس على الفاضي، لأ، خرّجتهم وأروح جايبة لهم شيبسيات. والله بجد ده اللي أنا باعمله يعني كبني آدمة طبيعية. أنا بصراحة مش باحب إن أنا أكبس البيت مرّة واحدة كده، وأبقى ماشية في الشارع معايا كيس كتير أوي، وفي نفس الوقت اللي هو خلاص أنا كده خلّصت فلوسي أول الشهر كلّها.
وجبت فراخي وجبت لحمتي كلها برضو اول الشهر. لا يعني مثلا لما تجيبي حاجه مش كلها مره واحده. بصوا بقى بصراحه انا جبت السيجنال ده، يعني ما تزعلوش مني، لان بصراحه يا بنات ما لقيتش غير دابر وسيجنال، وانا ما بحبش دابر ده، مش عارفه يعني انا كاختيار يعني مش عاجبني. فلقيت السيجنال ده فروحت جايباه، وكان عليه كمان فرشه مش عارفه هديه يعني. والسباركل ده لقيت عليه البلسم بتاعه هديه، كله على بعضه كان تقريبا ب 80 جنيه، مش غالي. وجبت الخل والمكرونات دي. المهم جربوا الفكرة بتاعت ان انتوا بجد يعني مش كل المشتريات تجيبوها مرة واحدة، علشان صدقوني بتلاقوا نفسكم زهقانين وخلاص بقى انتي جبتي حاجتك ومش ناقصك حاجة، فانتي هتنزلي تعملي ايه؟ غصب عنك منين ما بننزل بنبقى عايزين نشتري، فالفلوس بتبقى على القد. فلوس الدروس، طبعا انت سايبه فلوسك للدروس وخلاص بقى، جبتي فراخي جبت لحمتي جبتي حاجتي من فتح الله، فخلاص انت بتنزلي تودي دروس وتجيبي من دروس، او شوفي انت بتعملي ايه وخلاص. فلا حاولوا تجزأوا مثلا، تجيبوا المشتريات مثلا على مرتين. يعني مثلا انا ما جبتش المسحوق والصابون والحاجات دي، انا ما جبتهاش، قلت في مره تانية ابقى اجيبها مثلا من كازيون، مره تانية ابقى مش عارفه اروح اجيب ايه، فجبت الحاجات اللي انا حاسه ان هي كان عليها عرض. زي احمد ده كنت جايباه ب 34. تمام. ما قلتلكوش بقى الكوبايه دي، اللي ما قلتلكوش عليها كوبايه القمر دي، اللي جايباها لفتح الله. فتح الله ايه يا لهوي عليا بهيس. الكوبايه دي انا جايباها لرمضان. تحسوها يا بنات كده حلوه قوي، ولونها كده عامل زي البلح بقى، يعني لما تيجي تحطي فيها بلح والخشاف بقى اللي هو بتاع رمضان، مش هو اسمه كده؟ البلح بقى والحاجات اللي بتتحط والقراصية والمشمش والحاجات دي. فبجد حلوة قوي، عجبتني قوي التلاتة. جبت تلاتة. تمام. دي بقى كان ايه يعني، ما ينفعش اجيب اكتر، ودي مش جايباها من فتح الله، لا ده انا كنت جايباها هي والعلبتين بلاستيك دول. في مرة أنا بقول لكم لما بجيب حاجة وجوزي معايا ينفخني كده اللي هو إيه، يا ستي خلصي، يا ستي احنا جايين نجيب ايه ولا جايين وكأن سته معاه فعلا، فاهمين؟ فاللي هو ايه، بحب بقى انا ايه مع نفسي كده ومن غير ما يحس بيا اجيب، وبعد كده اروح اقول له حلوه دي، يقول لي حلوه ويسكت بقى، فاهمين؟ انما لو ساعتها وهو موجود معايا، يا ستي خلينا في المهم، خلينا بس نجيب حاجتنا الاول ونبقى نشوف هيتبقى ايه ونبقى انتوا فاهمين؟ حاجه دي الرجاله وهي كلهم شبه بعض كده. المهم تعالوا بقى شوفوا الفوط دي الكيسه اللي انا كنت ايه لفيتها كده، قلت لكم استنوا هوريها لكم في الاخر، قلت عشان اطلع بس المكرونات والحاجات الاول. بصوا دول والله ما فاكره كام فوطه، 5 تقريبا، 1 2 3 4 5، عشان في الواحده اورنج كده انا فتحتها. شبرين ونص، بقيس عامله فيها خياط. شبرين ونص ايه الكيس كان ب 45. وانا يعني اختكم مش تكدب عليكم، انا عندي فوط من قرن فات يعني، خلاص بصراحه بيقولوا لي ودعينا وكده حلوه قوي. وبصوا بقى الفوط دي بقى دي اللي انا اللي هي الصفرة دي جبتها من فتح الله، دي بجد كلمه تحفه يعني، هتقولوا كدابه وجربوها وعلى ضمانتي. دول فيهم 3 كبار كده، انا عماله اعد مش عارفه اعد ايه، بس في الاخر هم اصلا من ال3 متطبقين تمام. بس هي كبيره، انا بمسكها بقى بالمقص من عند التانية دي كده، بروح قصاها زي ما انا بقول لكم كده، بروح قصاها وبستخدمها كده. دي بقى على الرخام وفي البوتاجازات تمام. انما التانيين دول اللي هم التانيين اللي ورا دول، انا جايباهم مثلا المع بيهم اعمل بيهم، لان خلاص بجد اللي عندي كبار كده تحسوهم عاملين شبه فوط الوش يعني. فقلت دول حلوين ودول حلوين. واللي هو المضرب بتاع البشاميل دوت، كنت جايبه واحد لونه سيليكون كده موف. عايزه اقول لكم السلوك اللي هي من بره دي طلعت منه بقى ينزل صدى، فروحت جايبه ده حلو بصراحه. بصراحه حاجه فتح الله خامتها بتبقى نظيفه، ليه انا الحاجات اللي انا كنت جايباها الاول دي، اللي هو المضرب اللي بقول لكم عليه كنت جايباه من بره وباظ مني ما كملش شهر، انما ده بقى قلت اجيبه من فتح الله بكام، كان ب 69. ودي على فكره حلوه قوي يا بنات، ب 35 من فتح الله صغيره. المهم بقى انا كده خلاص خلصت، واستنوا بقى الفيديو الجاي هنعلق التابلوهات مع بعض، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.